السلام. الفيلم ديالنا كيبدا مع دان والعائله ديالو واللي كانوا مسافرين لانجلترا فوق واحد السفينه، ولكن مع الاسف السفينه شعلات فيها العافيه وكان خاصهم ينزلوا منها بالزرب، وما كانت حتى شي بلاصه قريبه لهم من غير واحد الجزيره. فقرروا يجلسوا في هذيك الجزيره بما يجي شي واحد يعتقوا. وبالفعل دان ومراته بناو بيت فوق واحد الشجره كبيره باش يعيشوا فيها في هذيك الفتره. وفي جهه اخرى غنشوفوا كيشاك زعيم الغوريلات هو ومراته كالا، واللي كانوا يلاه والدين قرد صغير. ولكن مع الاسف النمر تبع ولدهم وهجم عليه، وكيشاك وكالا ما قدروش يتبعوا في الوقت، وملي وصلوا لعندو لقاو النمر قتل ولدهم. دازو ايام وكالا كانت مازال حزنه على ولدها اللي مات. شويه سمعت صوت ولد صغير كيبكي، فمشات بالزربه كتقلب على البلاصه اللي جاي منها الصوت. وبالفعل وصلت للبلاصه اللي فيها الصوت، وكان جاي من البيت اللي فوق الشجره تاع دان ومراته. كالا مشات باش تشوف علاش الولد الصغير كيبكي، ولكن مع الاسف لقات النمر قتل دان ومراته. فمشات لعند الولد الصغير وهزاتو، وفي هذيك اللحظه تفكرت ولدها اللي مات. ولكن النمر كان مازال تما، هجم على كالا وحاول يقتل الولد الصغير، ولكن كالا دافعت عليه وقدرت تاخذ الولد الصغير وتهرب به. ومن هنا غيبدا الفيلم ديالنا. من بعد ما كالا هربات بالولد الصغير، رجعت للقبيله ديال الغوريلات وقالت لهم بلي غتربيه. ولكن كيشاك كان رافض هاد الفكره، وقال لها بلي هاد الولد الصغير ما غيعوضكش على ودنا اللي مات. ولكن كالا كانت مصره انها تربيه وسماتو طرازان. كيشاك وافق يدير لها خاطرها، واخا هو ما كانش مقتنع باللي واحد من البشر يتربى وسط القبيله ديال الغوريلات. دازو ايام وطرزان كان كيكبر وسط الغوريلات وكيتعلم منهم كلشي، وكاع الحيوانات اللي في الغابه كان عزيز عليهم. اما كيشاك فكان ديما كيراقبو، وكان خايف من اللي يكبر يشكل خطر على القبيله ديالهم. دازو سنوات وطرزان كبر وولا شاب، وكان كيخدم عقله والقوه ديالو باش يعاون الحيوانات اللي في الغابه، وكاع الغوريلات اللي في القبيله كانوا معتبرينه بحالهم. وفي واحد النهار كيشاك والقبيله كلها كانوا كيتمشاو في الغابه، حتى غيخرج لهم النمر عاوتاني. كيشاك بدا كيتضارب معاه باش يدافع على القبيله ديالو، ولكن النمر كان قوي عليه فضربوه كان غيقتلو. حتى خرج ليه طرزان في الوقت المناسب، والمعركه ولات بين طرزان والنمر، وكانت معركه قويه. بقاو كيتضربوا حتى طاحوا بزوج بهم في واحد الحفره. وكاع الغوريلات كانوا خايفين على طرزان لا يقتلوا النمر كيف ما قتل والديه شحال هادي. شويه غيبان لهم طرزان خارج من الحفره وهز مع النمر من بعد ما قتل، وهكا طرزان خدا حقه من النمر اللي قتل والديه. وكاع الغوريلات كانوا فرحانين حيت طرزان قتل النمر وهناهم منه. من بعد طرزان خدا النمر وحطو قدام كيشاك كنوع من انواع الاحترام لزعيم الغوريلات، وهادشي اللي دار خلى كيشاك يولي يحترمه. ولكن القصه ما سالتش هنا. الغوريلات ملي كانوا فرحانين غيسمعوا صوت رصاص جاي من بلاصه بعيده، وفي هذيك اللحظه كيشاك خداهم كاملين باش يتخباو حتى يعرفوا شنو طاري. ولكن طرزان ما سمعش لهضرته ومشى باش يشوف شنو كاين. ملي وصل لقى البروفيسور وبنتو جي، واللي كانوا جايين للغابه باش يديروا ابحاث على الغوريلات. ولكن لسوء حظهم كان معاهم الصياد كليطون، واللي كان جاي باش يصيد الغوريلات ويبيعهم في انجلترا. وفي هذيك اللحظه كانت جين كتلعب مع واحد القرد صغير ورسمات ليه واحد الرسمه، ولكن القرد خدا لها هذيك الرسمه وهرب. جين تبعاتو وملي وصلت ليه خدات منه الرسمه. في هذيك اللحظه القرد بدا كيغوت، سمعتو القبيله ديالو يتبعو جين. ولكن خرج لهم طرزان، خدا جين وهرب بها حتى بعدو عليهم. هنا طرزان تفاجأ من الشكل ديال جين، حيت اول مره يشوف انسان، وهنا عرف بلي حتى هو انسان بحالها. جين بدات كتكلم معاه، ولكن اكتشفات بلي ما كيعرفش يهضر، فبدات كتحاول تعلمو يتكلم. وشويه طلبات منه يرجعها للمعسكر ديالهم. وبالفعل طرزان رجعها وهرب ملي سمع صوت البروفيسور وكليطون راجعين للمعسكر. اما جين فبدات كتعاود لهم على طرزان، وقالت لهم بلي كيتمشى بحال الغوريلات ورسماتو لهم في السبوره. ولكن كليطون والبروفيسور ما تيقوهاش وقالوا بلي هادشي غير تخربيق. حتى خرج لهم طرزان وكانوا متفاجئين من الشكل ديالو والطريقه اللي كيتمشى بها. ولكن كليطون ما كانش كيهمو طرزان، حيت كان الهدف ديالو يوصل للغوريلات. فبدا كيسول طرزان على البلاصه اللي فيها الغوريلات، ولكن طرزان رفض يقول ليه. من بعد جين خداتو لوسط المعسكر، بدات كتعلمو يهضر ويتمشى بحالهم. وطرزان كان باين عليه بلي ولا معجب بجين وبالهضره ديالها. اما كليطون فكان كل شويه كيسول طرزان على البلاصه ديال الغوريلات. طرزان بطبيعه الحال ما كان كيقول ليه والو. وملي طرزان رجع للقبيله ديال الغوريلات، كيشاك قال لي عندك توريهم البلاصه ديالنا، حيت الا عرفوها غيشكل خطوره كبيره على القبيله. وفعلا طرزان كان كل صباح كيمشي لعند جين، وفي الليل كيرجع يبات مع الغوريلات. من بعد مده الاجازه ديال جين والبروفيسور سالات، وكان خاصهم يرجعوا لانجلترا، فبداو كيجمعوا حوايجهم باش يوجدوا للسفر. اما طرزان فكان حزين بزاف حيت جين غتمشي وما غيبقاش يشوفها. هنا جين حاولت تقنعو يمشي معاهم، ولكن طرزان قال لها بلي ما يقدرش يمشي ويخلي الجزيره.
وكليطون في هذيك اللحظة كان مراقبهم وكيسمع ليهم. فجاتو فكرة يقدر يعرف بها البلاصة ديال الغوريلات. مشى لعند طرزان وقال ليه الا وريتينا البلاصة ديال الغوريلات جينا غتبقى وما غتمشيش. طرزان وافق يقول ليه ومشى بالزربة اتفق مع صحابه باش يبعدو كيشاك على القبيلة وهو يجيب جين باش تشوف الغوريلات. وبالفعل الخطة بدات والفيل والغوريلا اللي اتفقوا مع طرزان تنكرو وخلاو كيشاك يتبعهم. فديك اللحظة طرزان خدا جين والبروفيسور وكليطون وراهم البلاصة ديال الغوريلات، وهادشي باش يخليو جين تبقى معاه وما تمشيش لإنجلترا. وملي وصلوا البلاصة اللي فيها الغوريلات كانوا مصدومين حيت أول مرة يشوفوهم. جين بدات كتلعب معاهم، أما كليطون فكان كيفكر كيفاش يصيد الغوريلات. ولكن مع الأسف كيشاك وصل، وملي شاف البندقية اللي عند كليطون هجم عليه باش يحمي القبيلة. طرزان في هذيك اللحظة شد كيشاك وطلب من كليطون واللي معاه يهربوا. والغد ليك على خدا طرزان اللي بيت اللي فوق الشجرة واللي كان ديال العائلة ديالو، وتما طرزان عرف كل حاجة على والديه. من بعد لبس حوايج ديال با وسلم على كالا وقرر انه يسافر مع جيل لانجلترا. وبالفعل في النهار الثاني وصلوا للشاطئ وتحركوا كاملين للسفينة. ولكن ملي طلعوا للسفينة كليطون حبسهم واستعد هو والرجال ديالو باش يمشيو للبلاصة ديال الغوريلات ويصيدوهم كاملين. طرزان في هذيك اللحظة بدا كيغوت على صحابو الفيل والغوريلا اللي سمعوا وعرفوا بلي هو في خطر، فمشاو كيجريو للسفينة. في هذيك اللحظة كليطون واللي معاه مشاو للغابة باش يصيدوا الغوريلات. من بعد شوية الفيل والغوريلا وصلوا للسفينة وضربوا كاع الحراس اللي تما وخرجوا طرزان وجينو البروفيسور من البلاصة اللي محبوسين فيها. من بعد طرزان مشى كيجري باش يعتق الغوريلات من كليطون، وفي جهة أخرى كليطون كان وصل للغوريلات وبدا كيصيد فيهم. أما كيشاك فحاول يدافع على القبيلة ولكن ما قدرش حيت كليطون واللي معاه شدوه وربطوه في الشبكة. في هذيك اللحظة طرزان وصل وبدا كيضرب في كليطون واللي معاه. أما جينو البروفيسور فكانوا كيعاونوا الغوريلات اللي محبوسين، ولكن مع الأسف كليطون ضرب كيشاك بالبندقية. طرزان في هذيك اللحظة تعصب بدا كيضرب في كليطون اللي يحاول يهرب ولكن طاح من فوق الشجرة ومات. وهكا طرزان صفى لكليطون وكاع اللي معاه. ولكن مع الأسف كيشاك كانت الإصابة ديالو خطيرة. عيط على طرزان ووصى يرد البال للقبيلة، قال لي بلي انت دابا هو زعيم القبيلة في بلاصتي. من بعد شوية كيشاك مات وطرزان ولا زعيم القبيلة ديال الغوريلات. من بعد مدة جا النهار اللي غتسافر فيه جين والبروفيسور، طلعوا فوق واحد الباطو ومشاو. ولكن في طريقهم البروفيسور قال لجين ترجع تعيش في الغابة مع طرزان. وبالفعل جين رجعت لعند طرزان، ومن موراها البروفيسور تا هو قرر يرجع يعيش معه. من بعد مدة طرزان تزوج بجين وعاشوا كاملين مع الغوريلات وسط الغابة. هنا غنوصلوا لنهاية الفيلم ديالنا. إلا عجبك الفيديو ما تنساش تضرب معاك ديك لايك، ولا ما كنتيش مابونيش ابونا باش يوصلك الجديد. المهم هذا ما كان معكم زويقير، تلاقاو في الفيديو الجاي.